لما يتكرر معاك الوجع بنفس الطريقة ومن نفس الأشخاص وتعاتب مرة واتنين وعشرة وألف، بيجي عليك الوقت اللي بتشوف نفس الحاجة اللي وجعتك، لكن المرة دي بشكل تاني. بتلاقي نفسك ما عندكش الرغبة تعاتب أو تلوم، ما عندكش الرغبة حتى في الكلام معهم. بيكون كل الشعور اللي جواك إنك عايز تبعد عنهم وبس، عايز تقول لهم خلاص أنا اتشبعت من وجعكم واستخفافكم بمشاعري. خلاص ما بقتش قادر أسامح وأبرر وأغفر زي زمان. كتر الوجع بيقتل جوانا المشاعر الحلوة، بيقوينا إننا ناخد قرار البعد، قرار إننا نلحق اللي باقي من أعصابنا ونفسيتنا اللي دمروها. وبيخلينا نتأكد إن اللي يوجعك وهو عارف إنه بيوجعك مهما كانت درجة قربه من قلبك ما يستاهلش، ما يستاهلش إنك تعاتبه أو تغفرله، ما يستاهلش لحظة حزن منك. اللي بيحب حد بيحب يشوف ابتسامة عينيه، بيخاف يجرحه حتى لو من غير قصد لا تنزل دمعة من عينيه. بيكون مصدر سعادة وفرحة ليه. أعرف إن الناس اللي بتوجعك من غير رحمة جزائهم الوحيد إنك تمشي وتسيبهم، تلحق اللي باقي من عمرك وراحتك وكرامتك. لأنك لو فضلت تتحمل وتغفر أنت اللي هتخسر، وهم هيعيشوا حياتهم ولا كأنك في يوم عليهم مريت. هيعيشوا سعادتهم ومش هيفكروا في لحظة إنك اتأذيت. ابعد عن الناس اللي بتتعمد توجعك، لأن لا عمرها هتتغير ولا عمرها هتراعيك. راعي نفسك واشتريها، وياك تحزن عليهم. اللي باقي عليك بعمره واهتمامه هو اللي هيشتريك.